سخنة أوي. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه النهارده؟ بقى قلت اعزمهم على الغدا، جبت بقى فراخ وقلت اعمل لهم فراخ مشويه وربنا يستر بقى. بصوا هنقطع اول حاجه الطماطم، نقطعها حتت صغيره. بصوا الطماطم اهي، نحطها في الخلاط ونقطع البصل. بصوا بقى تشيلوا القشره اللي من بره دي كده، واقوم قاطع حته انا ومقشرها بقى. كده نحط البصل كمان نقطعه عشان الايه الخلاط ما ينفجرش في وشنا. بصوا بقى يا شباب، انا قطعت الطماطم وقطعت البصل، روح بقى انا اضرب الكلام ده كله في بعض في الخلاط وارجع لكم تاني. بس بالله عليكم الشيف شيف يعني. بصوا بقى هنقطع الفراخ اهي. بصوا تبقى حتتين كده عشان تبقى ايه سهله في الشوي. ونقوموا بقى بصوا عاملين ايه يا رجاله، جايبين انا عاوز اوريكم عشان تتعلموا الخيبه مني. بصوا هنديها ايه، نغزها كده كام غزه من فوق، اديها ما ترحمهاش يعني. عشان التتبيله والشوي يوصلوا ايه في كل حته. بصوا بقى انا هكمل تقطيع الفراخ وارجع لكم تاني. ويلا رجعنا ليكوا، هنعلم تاني فيكوا. بصوا بقى خلصت البصل والطماطم وضربتهم في الخلاط مع بعض كده. بقى ايه ناقص شويه تاتشات بسيطه. بصوا شغل براك ورايا البحر بصوا هنحط بقى شويه زيت على الطماطم والبصل. وهنا بقى في ايه، في شويه ملح، شويه فلفل اسمر، وده توم، كمون، شويه شطه ومرقتين وورق لورا. طبعا هنضرب بقى كل ده مع الايه، مع الطماطم والبصل. قلب بقى كل ده في بعض يا مان. بس والله العظيم شكلها هتطلع حلو. بصوا ريحه التتبيله اصلا تحفه. قبل ما ايه نحطها على الفراخ، بصوا اهو قلبنا الخلطه كلها مع بعض، الطماطم والبصل والتوابل. بصوا بقى انا قطعت الفراخ حتتين كده صغيرين عشان تبقى ايه سهله في الشوي. حطيتها بقى في شويه ميه وخل وليمون عشان ايه لو فيها زفاره تضيع. بصوا بقى الخلطه اللي احنا عملناها هنحطها على الفراخ وربنا يستر. قلب بقى كل ده مع بعض. هنسيب بقى الفراخ تشرب التتبيله دي شويه عقبال بقى ايه ما اولع الفحم واظبط الدنيا ونرجع مع بعض تاني. بصوا دلوقتي احنا بنولع الفحم. طبعا انا حطيت كام فحميه بس صغيرين على البوتاجاز. اول ما ولعوا حطيتهم هنا، هم هيولعوا الفحم كله بقى، ولا مروحه ولا الكلام الهبد ده. بصوا يا جدعان، ولا تقولوا لي جو مطاعم ولا الشغل الفاكس ده. بصوا الكلام. خلاص الفحم ولع كده. بصوا يا جدعان انا حطيت على الفراخ معلقه عسل نحل وشويه خل عشان تبقوا ايه معايا ايه في الحدث. وزع بقى الايه الفحم المولع ده كله على الشوايه كلها. بس خلي بالك بس وانت بتعمل كده ولما ما تولع في نفسك. لو هتولع في نفسك يبقى هات الفراخ المشويه جاهزه احسن. بصوا بقى هناخد الفراخ ونفرشها بقى كده ايه واحده واحده على الشبكه من فوق. فرشنا بقى الفراخ كلها على الشبكه من فوق. ما تستعجلش بقى وكل شويه تقلبها، يعني سيب كل جنب ياخد راحته ايه على مهله. هنقفل على الشوايه اهو. بس هروح اغسل ايدي وارجع لكم. عندك كتاب بقى بتاع اخوك الصغير، اي حاجه في البيت، ما تكبرش الحوار يعني، سهلها على نفسك. بصوا الخلطه اهي. هنمسك بقى الخلطه كده واحده واحده على الفراخ من فوق. التتبيله دي بقى لما بتحطها في نص الشوي كده بتخلي لك الفراخ طريه. واقفل بقى الشبكه بس بقى وسيبها شويه وبعد كده نديها ايه تقليبه تانيه.
هوي 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 يا معلم. واو. يا محمد ايه يا ماما؟ ايه الاخبار؟ لا 100 100. انت مش شامه الريحه من جوه ولا انا ايه؟ شامه الريحه، بس يا ترى بقى ده غدا ولا عشاء؟ لا ده هيبقى 10. لا بس شكلها جامد يا جماعه يا كتر محمد. خير، انا ما رضيتش اتعبكم واقول لكم اعملوا الحاجه معايا. لا والله العظيم بالله جامد. عليك. بس يا ترى بقى زي كل مره اقول لك الخلطه ايه تقول لي ما اناش عارف ما هو الخلطه. بصي بقى، عشان انا بعمل الخلطه ما بحفظش، يعني بحط البصل على الطماطم على التوابل، اي حاجه بتقابلني بحطها وبنسى اصلا، بس المره دي فاكر شويه. لا هو شكلها جامد بصراحه. بالله عليك. والله العظيم يا محمد هو بصراحه أنا يعني انت تتميز بالشوي. بس انت مشكلتك الوحيده بس ان ما حدش سامعيني يا جدعان، عشان في الاخر ما تقوليش الفراخ طلعت مش وحشه. عارفه بقى انت قاصد ما تقولش لحد والله. سر الخلطه ولا هي بقى بجد والله معاك كده؟ والله ابدا، انا بنسى فعلا، بس المره دي على فكره فاكر الخلطه، انا حاطط طماطم وبصل والتوابل فاكرها، انت فاهمه؟ لا قولي هقول السر يا لك- محمد. هقول قولي لك السر يا عليه. محمد، مش معقوله الحاجات اللي والله ما في طبيعية. سر. مش جديد. عارفين ايه السر في الموضوع كله؟ معلقه عسل نحل، وهي اللي قايله لي عليها. لا لا هي واقفه كل ده عشان اقول هي اللي قايله لي عليها. بس ايه رايك في الريحه بالله عليك؟ والله العظيم الريحه جامده، بس يا رب بقى الطعم كمان يبقى لا 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 هتطلع جميله والله. طب يلا جوز اختك جاي وقعد بيقول لي، قلت له لا استنى محمد غدا على محمد النهارده. يا لهوي ده في حكام خارجيه. يا لهوي ايوه ايوه يا جدعان والله ما اعرف ان جوز اختي هنا، ده في حكام خارجيه. يلا. ادعوا لي بقى تطلع حلوه في الاخر بعد الكعبله اللي احنا عملناها دي كلها. لا وعمال اقول لهم انا وانا والحديد التاني ربنا يستر، والفراخ لو طلعت وحشه هيسيحوا لي. اديها بقى قلبه يا معلم. انا مش عارف انتوا شايفيني من الدخان ولا لا. بصوا بقى انا جبت البتاع دي هنطلع عليها الفراخ. بصوا متهيألي استوت خلاص. سخنة أوي بس متهيألي كده تمام. نطلعها بقى واحدة واحدة. فراخ مولعة. بعد بقى ما تخلصوا الشوي حاولوا لهم شوية مية على الفحم ده عشان ما يفضلش مولع كده ويطلع في دخان. بصوا بقى منظر الفراخ اهو. هو المنظر والريحة تحفة، بس ربنا يستر على الطعم بقى. تعالوا ناخد رأيهم جوه. ودلوقتي بقى هنادي ماما ايه تشوف وتقول لي رأيها. ماما يا محمد خلصت؟ انا خلصت اهو. بصي بقى انا هديكي حتة عشان انا مشغل الكاميرا دلوقتي، بس تقولي رأيك بصراحة بالله عليك. عشان انا تقريبا من الصبح عمالة ايه اشوي في الفراخ دي، وانا برضو ايه ادوق قدامكم ربنا يستر. والله العظيم طعمها جامد قوي. لا الله ينور يا محمد. بالله عليك. الفراخ بقى تبان من ان هي جوه مستويه كويس. طب انا ايه بقى اللي مخلي الفراخ كده طريه بسم الله ما شاء الله بجد؟ حطيت عليها شويه لبن بصراحه بالله يعني عليكي. والله العظيم استاذ. يلا بقى يا تسلم شباب، ايدك. يلا بقى.